عبد الله صلاح الدين صلاح الدين وعبد الله الدين الاثنين اشقاء عبد الله الدين وصلاح الدين. وهذا مرة صار مسعود بالحارس والزعلان الأربع طبعا اشترك في أكثر من دورة هنا وصار مسعود يلعب في هذا الملعب حتى لما كان أيام الرياضة وظهر منصور يلعب في هذا الملعب. نرجع صورة يا وعصام الدنيا كان وياخد العدل مع عبد الله والجندي. عبد الله الجندي هو رقم 74 وصلاح الجندي وهتلاقوا التيشيرت بتاعه مع الأزرق. ورعد ياسين في أكبر يسار مفيش كنترول من ياسين وصل رأسية عند إيهاب عند الكورة مفروض علينا الاثنين عدى إيهاب عدى وصلك إيهاب عدى عايز ما تديش مسكينة مسكينة ولا مسكينة عند الإسلام ولا عند الإسلام الأبيض وعند الإليم عند هذه الإليم تتصلح الجولات الأخيرة يكون عندهم ولكن طبعا لأن الكوت هو ذلك هذا هو الجولة الأخيرة. الجولة الأولى خسارة من مانشستر في لقاء الافتتاح بنتيجة 4-5 وكان سجل في هذا اللقاء ثروت الجزائري هدفين وأحمد الزهري هدف وفريد البدري هدف. اللقاء الثاني تعادل مع شباب مستقبل الوطن بنتيجة 6-6 وكان سجل بالإيلين هدفين وكريم فخري هدفين ومؤمن هدفين. الجولة الثالثة فوز على الحرمين بنتيجة 2-1 وكان سجل بلال 1 والزهري 1. رمضان المسعود ويطلع سكر الجميل ويطلع الخطيرة تطلع كورة طالعة على المرمية الإيلي عبد الهادي الضربة الركنية عبد الهادي الإيلي عبد الهادي هو ملعوب عند الحارس اللي خرج من منطقة تسويدة أي حاجة من اسمها مرة تطلع كورة بره ضربة مرمى. الجولة الأولى للزهراء خسارة من الحرمين بنتيجة 0-3. الجولة الثانية فوز على مياه حسن 4-2 ويسجل 4 أهداف أحمد الكاري اللي هو يكون في هذا اللقاء مع كورة. أحمد اللي مع كورة سجل في مرمى ويسجل 4 أهداف وخرج من اللقاء 4-2. الجولة الثالثة خسارة من مانشستر نتيجة تسديدة جميلة قوية جدا والشريف ولكن مرت بدور القانون اليمين لمرمى اسلام الابيض. الجولة الثالثة للزهراء خسارة من مانشستر بنتيجة 2-6. الجولة الرابعة فوز على شباب مستقبل الوطن بنتيجة 4-1 وكان سجل في هذا اللقاء كان يسجل هدف وعبده علي ولكن سجل 3 أهداف عبده مش موجود. ايضا في الاتحاد العالي مش موجود كريم الفخري مش موجود احمد البهان مش موجود جمال طبعا لكن هذا الفخري كده وكريم الفخري كمان مش موجود فاحنا كده عليه بيريحهم من الادوار اللي جايه ان شاء الله بقى الادوار بقى الايه؟ الادوار الصعبه بقى والادوار اللي هتحدد بقى المفروض بقى الادوار بقى اللي الرجاله والندخل والمصر وكله هندخل بقى ونشتغل بقى الادوار اللي جايه ان شاء الله. اول ما يبقى الامور تخلص هنبدا بقى نشتغل الشغل على تقيل بقى شغل تقيل والشغل بقى اللي على حق بقى وهنشوف بقى مين اللي هيتعب ومين اللي هيروح وهنشوف الفرق يلعب الكوره اليمين يلعب كوره عند محمد مصطفى اخر يمين محمد عند الكوره محمد يلعب كوره جميله ولكن مش مع الجيش مع عند المسعود. المسعود حارس طبعا المسعود ولا هيطلع يلعب من صغره هنا في الملعب ده. نرجع الكوره عايز كوره عند احمد كارم اماميه خطوره عند شريف العرضيه ولكن العرضيه يعني مش مظبوطه شويه. على فكره ممكن ياخد خطوه كمان شريف كان ممكن ياخد خطوه او خطوتين كمان كان ممكن ساعتها اسلام الوحش هيكون في وضعيه احسن من كده وكان ممكن يبقى كلام ثاني ولكن شريف اول ما استلم الكوره لعب العرضيه طبعا المكان مش مناسب ووضعيه. اسلام رامي رامي المرمى ملعوبه ناحيه اليسار راسيه موجوده من الدفاع ايهاب طلع الكوره بره لم يتمس صلاح الجندي لم يتمس المره دي للزهراء شرش عند الكوره يلعب كوره اماميه باتجاه اسلام الوحش مرت من اسلام توصل الليبي لم يتمس مره ثانيه للزهراء اسلام الوحش عند لما يمين لما شرش اللي راح ياكل لم يتمس شرش
هيلعب مين؟ شرش هيلعب أول ما تطلع عملية على طويل وراسية موجودة من الإسلام راسية مرة ثانية وصل صلاح الجني ضمن العملية مش معدية كده قاطع كده خلق الله نرجع الصورة عشان عشان العصية مرت بالإسلام الوحش يحكي لك أول لقاء من الإسلام الوحش أول تشكيل كده عن طريق الإسلام ولكن السلسلة كانت لقاء المسلمين يمرنا الإسلام الأبيض الإسلام الوحش هو التشكيل عشان الجني الصراحة أخوه الجني ما طلع وصل الحيث لا صورة العصر على الإسلام عند شيف ورا نهاية الحيث شاش تسوينا